السؤال ده يا استاذ لو فعلا ولد او بنت دلوقتي فعلا متورطين في علاقه والاثنين عايزين يخرجوا منها، نقول باقل الخسائر. باقل الخسائر. اول حاجه عشان اكتشف اذا كان ده نيته خير او شر هساله السؤال واضح وصريح: تعالى هتيجي امتى البيت؟ النقطه الثانيه انسحب واقفل الموضوع خالص، وبلاش نسمع اغاني حب يا جماعه كتير، لان اولا بتدخلنا في حاله نفسيه. احنا دلوقتي لو شغلنا اغنيه وطنيه جدا ايه اللي هيحصل؟ دخلنا في حاله حماس دلوقتي اما نروح على التحرير يا اما ننزل عايزين ننزل فعلا يعني حسب الانتماء. بالظبط كده. طب انا لو شغلت اغنيه حب، لو شغلت اغنيه دينيه، فانا هنا بتقمص وبعيش الحاله. فرجاء ما نسمعش اغاني حب كتير. ليه؟ لان الكلام ده الحب انا بعترف بيه، بس ما بعترفش بالجزء الخيالي اللي هو ايه الدنيا هتتوقف والدنيا تتهد وكل اتدمر كل اتكسر، ومهما يحاولوا يطفوا الشمس ده على ايامي نفسي اعرف ايه الايام دي حاجات جديده طلعت. مهما يحاولوا يطفوا الشمس. لا يا جماعه الموضوع مش كده. في حب وهعاني شويه. ليه هعاني؟ ليه؟ علشان انا بقت عندي عاده كل يوم لازم اكلم فلان، كل يوم لازم اسمع فلان، كل يوم بقت عاده عملت ادمان. فانا هيقابلك تحدي صغير وهيقابلك تحدي صغير، ان انت هتتعب شويه، هتتألم شويه نفسيا، بس ما تقلقش، فتره بسيطه جدا جدا وهتعدي بسرعه، وهتستغرب وهتضحك على نفسك وهتضحكي على نفسك لما تتفاجئي ان انت نسيتي والحياه عادي والدنيا ما وقفتش على حد، وعندك استعداد ان انت فعلا تستني الحب الصادق مع زوجك ان شاء الله. ايه كمان تقدري تعمليه؟ قطعي غيري تليفوناتك عشان ما نضحكش على بعض. عايزه انهي العلاقه؟ من فضلك غيري رقم التليفونات. كمان الفيس ممكن تعملي صفحه جديده وضيفي بس الشخصيات لو انت صادقه وجاده مع نفسك، لان اللي هيحصل من شده تورطك في العلاقه وحبك والكلام ده كله هتتعمي في الاخر، وهيفضل يلعب بيكي سنه واثنين وثلاثه واربعه، وهتفضلي اسيره الوهم ما هوش واقعي، وانت هتفضل اسير لوهم ما هوش موجود. فاحنا عايزين نخرج من الوهم، لان حياتنا هي الواقع مش الوهم. فاحنا محتاجين ان احنا نسيطر ونقفل على نفسنا كل اسباب الخطأ، ان انا ارجع تاني للعلاقه. حاجه كمان ان انا محتاجه اغير اصحابي لو هم بيساعدوني، التلفزيون وهكذا وغيره، واحدد لي هدف واعمل خطه جديده لحياتي، هلاقي الدنيا فتحت وبقت الدنيا رائعه جدا. اخر كلمه بحب اختم بيها، ختام، اخر كلمه احب اختم بيها: لو انت كنت في يوم خايف من فتنه او اي اختبار، لا تفكر ولا تحتار، هم ركعتين هتصليهم في ليل او اي نهار، اكيد ربنا هينجيك من اي فتنه او اختبار. اكيد ربنا هينجيك من اي فتنه او اختبار. ودول مش كلمتين، انا جربتهم وصليتهم قبلك ولقيت راحه البال. شكرا.